الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، 22 يونيو عام 1942، مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. ولد الفنان عبد الغفور محمد عبد الجواد، واللي اشتهر لاحقا باسم الفنان أشرف عبد الغفور، على خشبة مسرح مدرسته الثانوية بمدينة المحلة الكبرى. عشق فن التمثيل المسرحي. أما أول أعماله على خشبة المسرح فكان دوره في مسرحية جولفيدان هانم سنة 1962، وده قبل ما يتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 63. بعد ما اتخرج اتعين بفرقة المسرح القومي، وعلى خشبته شارك في تقديم العديد من الأعمال الكلاسيكية الهامة. لعبت الإذاعة المصرية دور كبير في تعريف جمهور المستمعين بموهبة أشرف عبد الغفور في فن التمثيل والإلقاء بصوته المميز الدافئ، ومن خلال الأثير الإذاعي قدم شخصيات كتيرة. وكان أول عمل إذاعي شارك فيه مسلسل عائلة مرزوق أفندي عام 1959. وعلى الشاشة الفضية جت أول خطواته مبشرة جدا، فشارك في بداية مشواره السينمائي في 3 أعمال مرة واحدة، وهي أفلام القاهرة 30، المراهقة الصغيرة، وقصر الشوق. لكن مسيرته في السينما ما كانتش طويلة زي ما كان متوقع، فأعماله السينمائية ما زادتش عن 24 فيلم من أكتر من 300 عمل قدمها طوال مشواره الفني. كان آخرها سنة 77 في فيلم الرسالة للمخرج الكبير مصطفى العقاد. على الجانب الآخر التلفزيون فتح له الباب على اتساعه بعد مشاركته الأولى سنة 67 في مسلسل القاهرة والناس في دور سامي. وكان للشاشة الصغيرة النصيب الأوفر من أعمال أشرف عبد الغفور، وبصفة خاصة الأعمال الدينية والتاريخية اللي استفادت جدا من إتقانه للغة العربية الفصحى، فكان له نصيب وافر وبصمة واضحة على كتير من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما العربية. وطبعا ما ننساش إن من أهم أعماله اللي قدمها للفن إنه والد الفنانة الجميلة ريهام عبد الغفور، اللي قدرت تثبت نفسها وموهبتها بشكل مستقل عنه تماما وفي وقت قياسي. على مدار مشوار حياته قدم لنا الفنان أشرف عبد الغفور ما يزيد عن 300 عمل فني، استطاع بيهم إنه يحفظ لنفسه مكانة خاصة بين أهم فنانين الدراما في العالم العربي. وفي يوم 3 ديسمبر سنة 2023 رحل عن عالمنا الفنان الخلوق أشرف عبد الغفور عن عمر 81 سنة، بعد ما ترك لنا تراثاً فنياً راقياً سيبقى طويلاً في وجدان الملايين من عشاق الدراما العربية في كل مكان.